ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى معانا هنا فيديو التوابل. صلوا على النبي واذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بصوا بقى هنا انا بوريكم، ده الكزبره واللي قبلها كانت الكمون، وده الفلفل الاسمر حبيبات. تمام. طبعا مع في ظل الغلا اللي احنا فيه دون، فلازم بنتصرف. طبعا في بيجي عندنا هنا زي سوق حد كده، صليته على النبي، فبروح اجيب منه. طبعا انا ما زهرتش في الفيديو ده لاني انا بعافية شوية. تمام. فقلت طبعا انا بوريكم يعني زي معلومة كده ممكن نستفاد بيها. مش شرط ان احنا نجيب من العلاف. التوابل اللي هي الناعمة دي ممكن نروح مثلا زي السوق ونكون حد بنتعامل معاه. صليته على النبي ونجيب منه التوابل الخشنة دي، ونقعد كده براحتنا زي ما انا بعمل دلوقتي، ونقعد نفرمه زي ما انتوا شايفين كده. بحط معلقة ملح صغيرة وفي القعر يعني، وبعدين ايه، بحط الفلفل الاسمر. بصوا بقى جميل ازاي. بصوا انا هوريكم دلوقتي بالمعلقة، ده الفلفل الاسمر. طبعا عندي اللمبة كانت بايظة فوق، فكنت فاتحة الفلاش بتاع التليفون، فعشان كده الاضاءة ما كانتش قد كده طبعا. اعذروني بقى. زي ما انتوا شايفين كده، وبحط في كيس. طبعا كمية التوابل دي ما شاء الله اللهم صل على النبي. انا ما بحطهاش برا، انا بحطها في التلاجة. تمام. وقبل ما بتخلص بكون باذن الله جايبة اهو زي ما انتوا شايفين كده. وهكمل برضو نفس الكلام، ونفس المرة الاولانية هعملها التانية برضو اهو. لاني انا لو انا رحت جبت شوية الفلفل الاسمر بس اللي انا بفرمهم دلوقتي دول في الكبة بس، بيعملوا الشيء الفلاني دلوقتي. لكن لو انت جبتي حد من موثوق منه في السوق خشن، هتيجي تعملي كمية كويسة في قلب البيت. اهو بصي زي ما انتوا شايفين كده اهو. بصوا المنظر جميل ازاي، ولا عايزه اقول لكم بقى بصوا ريحته تحفه. كنت احط يعني المطحون كنت احطه في الخش من غير ما اقصد. اه بصوا بوريكم ان ده، وهخلصه وهرجع لكم تاني. انا كده خلصت ما شاء الله. اه بصوا نعمته قوي طبعا. يعني حسب ما انت عايزه. طبعا هتقولي لي انت لازم، طبعا بقى ايه هتقولي لي وانت لازم تحطي الملح. لا هو لازم بس يا جماعه التكايه دي عشان ان هي تدي بس نعوميه وتساعدني على فرم في الكبه. احنا ابتدينا بالكزبره. طبعا اللي بيجيب كمون وكزبره وفلفل اسمر، هنبتدي بالتدريج واحده واحده. زي طبعا ده كلام للبنانيت المبتدئه وعادي. انا ممكن اكون مثلا شاطره وفي حاجات بتفوتني، وفي معلومه ممكن اخدها من حد تاني فتفيدني. شايفين النعوميه والجمال والريحه تحفه. طبعا صليتوا على النبي افضل الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. بوريكم ان دي الكزبره اللي هي كانت ناشفه، اللي هي الحبيبات لسه. طبعا بنبدأ بقى بالتدريج. عملنا الفلفل الأسمر الأول، وبعدين الكزبرة، وآخر حاجة الكمون. هتقولي لي ليه كده؟ عشان الكمون يعني ليه ريحة شوية كده خاصة بنفسه كده. فهنبتدي الأول بالفلفل الأسمر، وبعدين الكزبرة، وبعدين ايه الكمون. ده نخليه آخر بند خالص، يعني آخر حاجة خالص. ومعايا بطرمان الملح زي ما انتوا شايفين كده. بصوا رنا كانت جايبه المقشه واقعه في الارض، الصلاه كانت لسه عايزه تتعمل. فاليوم ده بجد انا كنت تعبانه فيه، ان انا بصور فيه بجد يعني. طبعا بقى دلوقتي ده دخلنا على مرحله الكمون، ودي اخر مرحله اللي هي مرحله الكمون. تمام. صليتوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام عليك يا رسول الله. اهو هنبتدي برضو نفرمها. بيعملوا معايا حاجة كويسة وعايزة اقول لكم ريحتها حلوة وجميلة. ما تقولوش لا عشان جايبة من السوق فاكيد ريحته مش تبقى حلوة. الفكرة هنا ان انا قلت اطلع معاكم اعمل الفيديو دون، وفي نفس الوقت اوريكم انه ممكن ايه يعني، ان انت لو عندك مثلا مصدر ان انت تجيبي منه حاجات خشنة زي دي بتبقى ارخص، وفي نفس الوقت ايه حلوة وهترمي معاكي كتير. تمام يعني. هوريكم في الاخر، خليكم معايا اللي بيتابع الفيديو خليه للاخر عشان اقولكم التوابل دي عامله قد ايه طبعا في الرخص
كانت عاملة قد ايه وبعد ما غليت عاملة قد ايه دلوقتي، ومع اني جايباها من السوق. امال بقى من العلاف هيديني الكمية دي عاملة قد ايه. هي الفكرة بس في كده ان انا بديكوا معلومة او فكرة يعني في الغلا ده، ان احنا بنحاول ان احنا نوفر على قد ما نقدر، وبنشوف الحاجة الرخيصة برضو في نفس الوقت تكون كويسة فين، وبنروح لها على قد ما بنقدر يعني. وربنا يرحمنا بجد من الغلا اللي احنا فيه دون. طبعا انا بقولكم انا خلصت الكمون خلاص، ودي اخر مرحلة يعني، اخر حبة هفرمهم ويبقى انا كده خلصت الكمون. ده عامل نص كيلو، الكمون ده عامل نص كيلو، اما كان هو حبيبات كان عامل نص كيلو، بس لونه جميل جدا وريحته تحفة. و... وانا منعماه يعني ايه الوسط، مش الوسط يعني، في ناس بتحبه بودرة بودرة يعني، هو كده حلو قوي. بصوا بوريكم، بصوا لونه جميل جدا وريحته حلوة قوي. صليتوا على النبي، صلوا على النبي بقى وانزلوا كده، صلوا على النبي في الكومنتات وعملنا كومنت حلو ولايك وعلامة دوسوا على علامة الكل عشان كل ما انزل لكم فيديو يوصل لكم. طبعا ده نص نص كله نصاص عموما، نص كزبرة ونص فلفل اسمر ونص كمون. طبعا بقى لو الفيديو عجبكم اعملوا لنا لايك واشتراك في القناة عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله باذن الله. طبعا ده فلفل اسمر، بصوا جميل ازاي. الكمية دي يا جماعة عاملة، كنت بجيبها الاول ب60 جنيه الانصاص. دلوقتي يا جماعة الكمية دي عاملة اللي انتوا شايفينها دول، الانصاص 3 انصاص دول عاملين 80 جنيه بعد الغلا.